السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا ومشاهدينا، معكم سيد الزكواني من قناة سكيورتي عمان. في هذه الحلقة إن شاء الله اليوم راح أشرح لكم طريقة قطع الإنترنت عن أي جهاز تريده أو التحكم بسرعة الإنترنت لأي جهاز داخل الشبكة. إذا كنت تعاني من بطء الشبكة لديك أو ناس واجدين يستخدموا الإنترنت لديك الشبكة أو أي أحد، أو إذا كنت في مقهى إنترنت أو أي شيء، فقط يمكنك التحكم بسرعة الشبكة أو قطع الإنترنت عن أي جهاز. في بداية الأمر قم بتحميل هذه البرامج، البرنامج الأول هذا والبرنامج الثاني والبرنامج الثالث. قم بتثبيت هذا البرنامج أولا، بعد ذلك قم بتثبيت هذا البرنامج، بعد ذلك قم بفك الضغط عن هذه الملفات، سيظهر لك هذا الملف. قم بفتحه. هنا نسخة البرنامج من ويندوز يعني لويندوز 7 وويندوز اكس بي. هنا ويندوز 7 طبعا فيستا 8 إلى آخره. طبعا لازم تثبت هذه البرامج عشان يشتغل البرنامج، لازم تثبت أول هذا البرنامج وهذا البرنامج. بعد ذلك نثبت البرنامج، قم بالدخول إلى هذه الملفات ونسخة ويندوز 7. بعد ذلك قم بالضغط عليه بكليك يمين وسوي Run as Administrator. ضروري تسوي هذه الخطوة، بعدين تسوي يس. راح يظهر عندك البرنامج، هذه واجهة البرنامج. راح هنا تختار كارت الواي فاي، يعني ايش تستخدم الواي فاي. هنا تختار، طبعا انا استخدم عن طريق الالفا، فهذا هو. اختار هنا الالفا وتسوي اوكي. هنا يظهر لك الاي بي والان اي سي، يعني الوايرلس خدمة والجيت واي. بعدك سوي اوكي. هذه هي واجهة البرنامج. هنا هذا جهازك والاي بي والماك ادرس هنا. بعد ذلك قم بإظهار الأجهزة المتصلة على الشبكة. تضغط على هذه الأيقونة، يظهر هنا عندك الأجهزة المتصلة حاليا على الشبكة. نجي إذا كنت تريد مثلا تعطي سرعة معينة هذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز جهازك هو. إذا كنت تريد تعطيه سرعة معينة، طبعا في الأبلود مثلا تعطيه 5، وهنا داونلود تعطيه 5. بعد ذلك تسوي هذا ستارت. خلاص الحين شفنا يطلع لك البيانات انه 5، هو 5 كيلو بايت، يعني ما يقدر يتصفح حتى اي موقع طبعا. وهنا طبعا نفس الشيء هذا الجهاز. فهذا هنا. واذا كنت تريد تعطي جهازك سرعة معينة ايضا يمكنك، فقط اذا تريد الغاء هذه تسوي هذا الاكس. واذا كنت تريد قطع الانترنت نهائيا عن اي جهاز، فقط قم بعمل اشر عليه هنا بعلامة الصح، واي جهاز تريد اشر عليه بعلامة الصح، وقم بضغط على هذه الايقونة ستارت. وهنا كما تلاحظ انه 0000، يعني اي الجهاز لا يتصل بالانترنت نهائي، لا يمكنه استخدام الانترنت، قطع عنه الانترنت نهائيا. فبعد ذلك قم بعمل هنا. اذا قمت مثل ما تلاحظ تقول انه هو هنا مشتغل في الخلفية البرنامج، لان اذا بدون ان تعمل هذا، اذا عملت هذه خلاص ما كأنك يعني عامل شيء، بترجع الانترنت الى ما هو عليه. فقم فقط بانزال البرنامج هنا، ولا تقم باغلاقه نهائيا. فقط هذا البرنامج. اذا تريد يرجع الانترنت اليه، قم بازالة هذه وقم بعمل اكس. فهنا قد نصل إلى نهاية حلقتنا. راح أضع لكم رابط تحميل البرامج، هذه الثلاث البرامج، أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بنشر الفيديو ولايك.